أحييكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من المغاربي نخصصها لمناقشة واقع السياحة الصحراوية في تونس. نحن في مدينة توزر، مدينة أبي القاسم الشابي وبوابة الصحراء التونسية. أهلا وسهلا بكم. تشغل السياحة في مدينتي دوز وتوزر حيث نقف هنا مئات الشباب التونسي، لكن العاملين في هذا القطاع يشكون من ضعف إقبال السياح عليهم الذي يقتصر أساسا على مواسم العطل المدرسية والمهرجانات التي تقام نهاية كل سنة، إضافة إلى عدم إقبال السياح الأجانب مع توتر الوضع الأمني خلال السنوات الأخيرة في تونس. يبحث هؤلاء الشباب عن حرفاء يمتطون جمالهم في جولة بين الكثبان الرملية، يحاولون دون ملل لإقناع الزوار القادمين لزيارة المكان الذي يشهد تصوير مشاهد من فيلم حرب النجوم في صحراء توزر التونسية. فأيام العطلة المدرسية الشتوية تعد موسم عملهم الوحيد تقريبا طيلة السنة. بالنسبة للخدمة متاعنا هذه تو بيريوديك تاع 15 يوم، ونخدم مع الرحلات الداخلية. لجانب قليل ما عندناش حاجة كبيرة ياسر، والأكثر يعني خدمة مع العرب معنا بيريوديك تاع 15 يوم العطلة وكذا. لم يكن الوضع كذلك سابقا، فتوزر تعتبر بوابة للصحراء التونسية يزورها السياح للاستمتاع بموروثها الصحراوي وواحاتها الجميلة. قبل توتر الوضع الأمني في تونس عقب الثورة وإدراج المناطق السياحية الصحراوية ضمن المواقع الخطرة حسب أغلب الدول الأوروبية، كانت الجهة تستقبل آلاف الأجانب يأتون ضمن رحلات تزور توزر وجارتها دوز، لكن الحال تغير. خارج العطلة ما فهم شيء، سألنا كيف العطلة، سياحة داخلية، سياحة خارجية ما فهم زيرو، من بعد ضربات الإرهابية الأخيرة ما فهم سياحة. النتيجة وانعكاساتها تبدو واضحة، ثلث الفنادق أغلقت أبوابها كما تضرر أصحاب المهن التنشيطية. احنا كسياحة كقطاع ترفيه وتنشيط تعبين برشا. انا عندي لوكال، نحاول كاش ديما نخلص الخدام اللوكال ونهز طريف معاه، ندخل معاه طريف وحتى يأتي ما يخالف ذلك. لم يتمكن الإقبال الكثيف للتونسيين خلال أسبوع العطلة الشتوية من إخفاء قتامة المشهد السياحي جنوبي تونس، فبينما يشكو المهنيون من ضعف دعم السلطات تسعى الحكومة للتدارك وهي تقول ما باليد حيلة. تشهد مدينة توزر هذه الأيام إقبالا كثيفا من السياح التونسيين تزامنا مع العطلة المدرسية ومهرجان الواحات الذي ينظم في المدينة كل سنة لإحياء موروثها الثقافي والصحراوي. نسبة الحجوزات في الفنادق بلغت 100% هذه الأيام، ولكن هذا الوضع لا يستمر طويلا، إذ أن نسبة الحجوزات خلال سنة 2015 شهدت تراجعا بنسبة 73% مقارنة بسنة 2010. هي عدة صعوبات يعاني منها القطاع السياحي في المدينة، وذلك باعتراف المسؤولين والناشطين في هذا القطاع. قبل كل شيء ضروري أن الجهة هذه بالنسبة للجنوب الغربي يعني اللي هي منتخب من الصحراء واللي يعني تغطيها عديد الواحات الجبلية والصحراوية، هي مقصد للسائح من أكتوبر حتى الأفريل في عادة الأيام. إنما منذ الثورة اهتزت هذه الأرقام والمعطيات هذه كلها تغيرت. اليوم في فترة العطلة فقط يعني ثم إقبال سياحة داخلية، ثم سياح معناتها توانسة قاعدين يجيوا فترة العطلة المدرسية، ولكن يعني بعدد محدود. يعني يبقى معناتها طاقة الاستيعاب اللي متوفرة حاليا مقدرة بنصف الطاقة اللي مفروض تكون موجودة، لأن عندنا عدد لبس به من الفنادق مغلقة،
ومغلقة لأسباب هيكلية، لأسباب اجتماعية، باعتبارها معناتها تمر بصعوبات واضطرت إلى الغلق نظرا لنقص الإقبال في فترة ما. هذا النقص يعني في الإقبال منذ الثورة يعني خلال ال5 سنوات الماضية كيف أثر اقتصاديا على القطاع السياحي؟ يعني كل المتدخلين أكيد في القطاع السياحي تأثروا سلبا بهذا القطاع الوقت. السياحي هي قاطرة تحرك كل القطاعات الاقتصادية خدماتية، خاصة نقل، حرف، معناتها تجارة، فلاحة. أنا قناعة كاملة وأثبتت التجربة أن السياحة تأثر يعني إيجابا إذا تحركت في الفلاحة، تسويق يعني المنتوجات الفلاحية، ولكن كذلك تأثر فيها سلبا إذا معناتها نقصت الحركة السياحية. اليوم تأثير سلبي على كل المستويات، ونبدأ بسوق الشغل أولا قبل كل شيء، لأن ثم يد عاملة مختصة وحيلت على البطالة، ثم حركة اقتصادية كاملة وقع شلها من خلال معناتها الهبوط المفاجئ لعدد السياح. والأدهى وأمر أنه الوحدات الفندقية في حد ذاتها باقي الوحدات المفتوحة مهدأ أنها تحال على الغلق، باعتبارها إذا ما لقيناهاش حل، إذا ما وجدتش الحل باش تولي المصير نتاعها نفس المصير لبقية مؤسسات. هل السبب بالأساس أمني يعود لأنه يعني هذه المنطقة مصنفة ضمن المناطق الحمراء يعني حتى على الخرائط السياحية بالنسبة للدول الأجنبية إلى آخره، أم أنه هناك أسباب هيكلية يعني تتعلق بوضعية القطاع السياحي من الداخل في تونس؟ الفرضيتين موجودين. الفرضية الأولى أن المنطقة مصنفة ظلما منطقة غير آمنة باعتبارها تتاخم الحدود الجزائرية، وإحنا نعرفوا معناتها المنطقة المتاخمة الحدود الجزائرية هي أكثر أمان من أي منطقة أخرى. الفرضية الثانية كذلك موجودة باعتبار أن هناك قسط كبير من المؤسسات المغلقة حاليا أغلقت قبل الثورة لأسباب هيكلية، طريقة التصرف فيها، طريقة الترويج لها كانت اقتصرت على السياح الوافدين لليلة واحدة، يعني سياحة العبور، وهذا طبعا سياسة ثبتت عدم جدواها. واليوم بعد الأزمة اللي مرت بها السياحة الصحراوية والواحية، اليوم على الطاولة ملف كامل للدرس، ووصلت كل الدراسات إلى نتيجة واحدة، وهو تغيير نوعية منوال نمط السياحة، نمط العرض، نمط المنتوج. لكن هذا يتطلب أيضا تطوير للخدمات يعني العروض والمنتوج الذي يقدم. والمنتوج في درجة أولى، نمطية المنتوج المعروض يلزمها تتغير، وبالطبع الخدمات تجي معها، معناتها حاجة عادية جدا. يعني هل هناك تفكير وخطط عملية يعني شرع المسؤولون عن القطاع السياحي في الجهة وفي تونس بشكل عام في تطبيقها؟ منذ بداية الثورة كل الحكومات اللي توالت على الحكومة اليوم على الحكم على السلطة وقع إشعارها بالوضع هذايا، بالانتكاسة اللي تعيشها الظرف هذه تعيشها المنطقة، ووقع معناتها الانكباب على الملفات من طرف الفنيين. جبنا حتى خبراء من اليابان، خبراء من ألمانيا، خبراء توانسة عندهم معناتها صيتهم، وتمت الاستشارة معناتها مع المهنيين بكل أصنافهم، كل المتدخلين في القطاع السياحي الخدماتي بصفة عامة، ووصلنا إلى نتيجة واحدة حتمية اللي هي يعني عرض هذه المقترحات الفنية على الحكومة. وهذا اللي مقترح إن شاء الله في الوقت القريب العاجل أنه يقع معناتها درس الإمكانيات هذه، ومعها حلول مقترحة فيها ما هو عاجل جدا وفيها ما هو متوسط المدى، ولكن كلها تصب لفائدة انعاش الاقتصاد قبل كل شيء. يعني السياحة ما هي إلا مكونة من مكونات الاقتصاد، وبالتالي باش تكون انتعاش لازمها تكون انتعاشة كاملة يعني شاملة، باعتبار أن مش سياحة ماهيش فندق، السياحة ماهيش وكالة أسفار، السياحة كذلك خدمات، طرقات، ربط جوي. احنا كي نحكيو على السياحة لازم نحكيو على ربط الجوي، على مطار دولي معناتها معروف ولكنه معزول، واليوم في حالة عزلة. وإذا كان المطار هذا ما يقعش ربطه جوا بأهم مطارات الأوروبية كما كان قبل 2010، يعني النتيجة ماهيش مش مضمونة. هناك عزوف للسائح الأجنبي،
ولكن هناك يعني إمكانية لأنه السائح التونسي يواصل إقباله على الجهة. هل هناك تفكير في توجيه العروض نحو السياحة الداخلية؟ السياحة الداخلية ما هيش عجلة خامسة، هي مكونة أساسية في الاستراتيجية جديدة يعني جديدة. قبل لم يكن هناك تركيز على السياحة، ما كانش هناك تركيز كبير برشا، وهذا اللي نادينا به أكثر من مرة، واليوم ثم قناعة كاملة حصلت لدى كل الفاعلين في الأمر في الحكم أنه السياحة الداخلية يلزم إلائها كل الأولوية القصوى، وتم رصد الاعتمادات اللازمة للتعريف بالسياحة الداخلية ولطمأنة السائح، ولكن كذلك لحسن الاستعداد لهذا السائح التونسي، لأن حتى هو سوق عنده ذاتيته، عنده خصوصياته، وعنده متطلباته وتطلعاته، ولأصحاب الفنادق وكالات الأسفار الدور في التأقلم مع متطلبات وحاجات هذه السوق. شكرا جزيلا لك سي محمد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. ننتقل وإياكم من مدينة توزر إلى دوز، ثاني الوجهات السياحية الصحراوية في الجنوب التونسي. تشتهر هذه المدينة بمهرجانها السنوي للصحراء الذي ينعقد كل سنة. مهرجان الصحراء الدولي بدوز هو يعني عريق، وانطلق من 1910 إلى يومنا هذا. صحيح وقعت مثلا انقطاعات خلال الفترة الزمنية هذه من 1910 حتى 2015، بقينا يعني تقريبا أشرف على الخمسينية، تقريبا مازال الدورتين واللي في دورة ال50. فيه مر بمراحل يعني تطور فيها، حاول يمزج بين التراث اللامادي، بين العادات والتقاليد، وبين ما هو حداثة. حاول أن يدخل الجانب الفني لحياة البدوي، حاول يمزج ما بينهم باش يخرج لوحات يعرف بها حياة البدوي، حياة سكان الصحراء، حياة يعني فيها عديد الجوانب، مثلا فيها السياحة، واللي نحاولوا يعني بشكل كبير جدا أن نعرفوا بمنتوج الصحراء بمنظور سياحي. هل يعني هذا المهرجان يعود له يعني نتيجة اقتصادية إيجابية على الحياة والدورة الاقتصادية خاصة في القطاع السياحي بمدينة دوز؟ طبعا هو المهرجان في حد ذاته هو من بين الأهداف نتاعنا يخلق دورة اقتصادية داخلية في الجهة يعني كاملة، ولكن من بين الأهداف الكبرى هو هذا تعريف للسائح سواء من داخل البلاد التونسية أو من خارجها. يعني هذا اللي يقول تيودور مونو لو ديزير نو سو راكونت با مي سوي، يعني الصحراء ما تتحكاش، يعني تعاش، لأن تعيشها بالأحاسيس نتاعك، تعيشها. نحكي لك على الصحراء، لكن وقت نجي تعيشها تاخذ معك أحاسيس أخرى، لأن ثم حاجات نجم ننقلها لك، لكن ثم حاجات ما تنتقلش اللي هي الأحاسيس. لكن المهرجان يعني 3 أيام فقط، بقية السنة لا توجد أنشطة يعني كما كان ينبغي أن تتواجد يعني طيلة السنة فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية في مدينة دوز. ما الإشكال بالذات سي محمد؟ الإشكال هو تقريبا في التنظيم
لأن مثلا ولاية قبلي تتواجد فيها 4 مهرجانات: مهرجان الشعر، كلها تقريبا مهرجانات دولية، مهرجان الشعر، مهرجان التمور، مهرجان الصحراء الدولي معنا اللي موجود هنا في دوز، كذلك مهرجان المسرح. هذا يفترض إذا تتوزع على كامل الفصول السنة تخلق دورة اقتصادية تنشط المنطقة، يعني من وسائل النقل، من تجار، من يعني جميع القطاعات تنشطها. ولكن هي غير موزعة حاليا مثلا كي تشوفوا مثلا 3 مهرجانات تقريبا في ظرف شهر، يعني هذا بصراحة سوء تنظيم في بين الهيئات أو بين الإدارات نتاع المهرجانات هذه. المنتوج السياحي أيضا، يعني هناك إشكال بصراحة في المنتوج السياحي، لا يوجد تنشيط على طيلة السنة حتى تجذب السياح إلى مدينتك. هل هناك تفكير من المسؤولين في المدينة الناشطين في القطاع الثقافي والسياحي لإيجاد حل من الحلول لهذه المعضلة؟ بصراحة في المنطقة هنا هناك يعني وكالات الأسفار هذه اللي تخدم على السياحة الصحراوية باذلة مجهودات كبيرة جدا، يعني لكن على الحساب الخاص، فمش دعم يعني كبير من طرف الدولة. وهي هذا ما نحبوش نتعرضوا للجانب السياسي، لكن هو لابد من تغيير قرار سياسي مركزي يتوجه ينظر للجهة هذه بالدعم، يسوق للمنطقة هذه. المنطقة هذه جزء من البلاد التونسية، وهذه عندها صفة متميزة يعني مش موجودة في مكان آخر، اللي هي المنطقة هذه الصحراوية الجنوب التونسي. هذا ينجم يسوق لها، لأنها باش ما تبقاش سياحة متاع سياحة عبور، يجي السائح يعني يجي 6 متاع العشية يخرج 6 متاع الصباح. سالي عبد المولى، رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار في دوز وقبلي، أهلا وسهلا بك. كيف يمكن أن نوصف واقع السياحة هنا في المدينة ونشاطكم أنتم كوكالات أسفار؟ بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكم. احنا تو موجودين في دوز بوابة الصحراء. احنا عندنا 40 وكالة أسفار، اللي هو النشاط متاعنا سياحة صحراوية، اللي هو ننطلقوا فعليا من دوز. احنا عكس النزل، احنا ناخذوا الحريف يعدي ليلة في النزل، وبعدين نخرجوا إلى الصحراء على ظهور الإبل وتحت الخيمة، اللي هي عيشة صحراوية. نوصلوا من جمعة جمعتين في الصحراء حسب طلب الحريف طبعا. ولا هي مثلا عندنا احنا رحلة تنطلق من دوز إلى غاية قصر غيلان، اللي هذه واحة في الصحراء، تبعد حوالي 150 كيلومتر، حوالي 150 كيلومتر على دوز. عموما هذا التقليدي، هذا النشاط نتاعنا التقليدي. هل هذا النشاط يعني متواصل 2010 هذا هو من حقيقة من جان في 2011 الوضع تبدل منذ الثورة التونسية. منذ الثورة التونسية اللي هو الوضع طبعا ما يخفاش حتى على حد كون الوضع هش، خاصة الأمور أمنية في البداية اللي هي توقفت الرحلات. ولكن والحمد لله احنا تو أمنيا الجهة متاعنا 100% مأمنة، ما عندناش حتى مشكل. لكن مع الأسف إلى حد الآن ما رجعتش الرحلات كما كانت، اللي هي عندنا بعض الدول وخاصة منها الاتحاد الأوروبي اللي هو مصنف الجهة منطقة حمراء. اللي هي المنطقة الحمراء طبعا اللي هو السياح نتاعها ما يمشيش. وقت نتصلوا احنا بالتوروبيراتير البرة ما عندهاش حق يبعث سياح هنا، لأن الدولة نتاعها منعتها. جينا نشوف اتصلنا عن طريق وزارة السياحة، راسلنا السادة السفراء، وصلنا حتى استدعينا السادة السفراء اللي باش يشوفوا احنا المنطقة آمنة. احنا حقيقة عكس القصرين وعكس المشاكل اللي هي موجودة ربما فيها بعض. لا توجد اضطرابات أمنية ومجموعات مسلحة. علاش لا توجد؟ لأن احنا منطقة صحراوية، منطقة نخرج من المنطقة السياحية كان الصحراء، ما فماش لا جبال لا أشجار، ما فماش حتى شيء. وهذا علاش احنا بصفة عامة البلاد آمنة، والمنطقة اللي نخدموا فيها كلها احنا نعرفها، وكلها مش كان أولادنا، يعني ما عندناش شكون الغريب، ما عندناش ناس داخلة، ما عندناش حتى شيء. ولكن مع ذلك المنطقة باقية مصنفة منطقة يعني حمراء إلى حد اليوم. نتكلم فيك احنا وشعرنا سيدة وزيرة السياحة اليوم هنا لليوم منطقة حمراء من طرف الاتحاد الأوروبي. طيب مش عارفين علاش. يعني كيف أثر ذلك على عملكم؟ يعني هل الأكيد أنه تراجع مداخيلكم، تراجعت يعني 100%؟ يعني معنا حقيقة شو نقول لك، احنا تو فعليا وكالة الأسفار موجودة، ولكن
كي تشوف ما تفهم حتى شيء، الناس كلها مغلقة بما فيها النزل، ما فماش. مع الحقيقة تفسر ذلك فقط بالوضع الأمني أم أن هناك عوامل أخرى يعني تسببت في هذا الوضع؟ لا، هو نتصور أن الوضع الأمني، وخاصة احنا وقت اللي اتصلنا بهم فما زاد شوية يمكن من جهة شقيقة ليبيا، ولكن احنا الحدود الليبية تبعد علينا حوالي 500 كيلو، يعني مش قريبة يعني. لكن هذا علاش ربما هو عدم المعرفة تاع السادة السفراء ولا ما نعرفش شكون اللي هو يعطي في الاوردر اللي باش يحطوا المنطقة حمراء، اللي هو ممكن يحسبون احنا لاصقين بالشقيقة ليبيا. طيب نحن الآن خلال أيام مهرجان دوز للصحراء، ما شاء الله الوضع متغير. عرس. هل هذا الوضع يستمر طويلا، انه الفنادق ممتلئه والشوارع ممتلئه، ام انه فقط يعني اسبوع المهرجان؟ انا نستدعيك، نجم نستدعيكم مره اخرى بعد المهرجان اللي هو بعد 3-4 ايام وتو تشوفوا بعضكم. يعني احنا النزل فتحت ابوابها جيست في المهرجان، بعد المهرجان باش ترجع تسكر، وخارج ايامات المهرجان ما ثم حتى شيء الحقيقه، ما فماش حتى نشاط، رغم اللي احنا عندنا النشاط هنا تبارك الله. يعني النجم السايح وقت اللي يجي والحريف، وهذه يعني دعوه نوجهها حتى للسايح التونسي اللي هو ينجم يعدي حتى اسبوع هنا، كل يوم نوروه حاجه جديده. هل هذا موجود فعلا يعني سالي؟ يعني اسمح لي، اي مواطن تونسي يريد قضاء عطله في الجنوب التونسي لا يذهب الى وكالات الاسفار المتواجده هنا في الجنوب في دوز تحديدا، وانما يتوجه الى وكالات اسفار تتواجد في العاصمه في تونس او في المدن الكبرى التونسيه شمالا. هل هو اشكال تسويق ام ماذا بالضبط؟ هو احنا ما قلقناش اذا كان يتصل حتى بوكاله اسفار من خارج المنطقه يعني، ولكن اللي هو ربما احنا عدم التسويق زاد، ربما حتى عدم تقصير من الاخوين، احنا اللي مش معرفين بالمنتوج نتاعنا ممكن اكثر، نظرا لكنا الحقيقه ما كانش عندنا بدرجه اولى السائح التونسي اللي هو تعاملوا مع الاجانب. ربما تو احنا بدلنا السياسه نتاعنا اللي كونها باش زادا نحاول نكثفوا الاتصال بالزملاء الوكالات الاسفار في داخل الجمهوريه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج نتاعنا وباش نوروا اكثر منتوج صحراوي اللي هو حقيقه ثري. هل هناك منتوج صحراوي سياحي فعلا في المدينه يعني في المنطقه؟ يعني هل عندما يرغب سائح تونسي او يعني مهما كانت جنسيته زياره المدينه حاليا، هل يمكن ان توفرون له خدمات متنوعه يمكن من خلالها ان يقضي يومين او 3 او اكثر؟ لانه غالبيه السياح القادمين الى مدينه دوز يعني سياحه عبور، يوم واحد يزورون المدينه ويغادرون. لا هو مش بالضبط هيك. هو هذه السياحه بالنسبه لنا احنا الناس اللي تجي من الشمال تعدي ليله في الفندق. السياحه نتاعنا احنا تختلف في الصحراء، في قلب الصحراء. احنا كما حكيت لك احنا قبل الثوره ناخذوا الحريف في مطار جربه ولا مطار توزر ويعدي جمعه كامله اسبوع معنا في الصحراء، في قلب الصحراء. وانا ناكد لك تو بما فيها حتى السائح التونسي اذا كان يجي اسبوع يعدي له اسبوع وما تكملش المنتوج اللي باش تشوف المنتوج نتاعنا، ما تعدد. فيما يتمثل الحل لاشكالات القطاع السياحي وبالنسبه لكم ايضا كوكالات اسفار هنا في دوز؟ الحل تو الحقيقه ربما السنين الجايه احنا باش نولوا نركزوا على السائح التونسي. السائح التونسي باش نعاودوا نشوفوا احنا نعاودوا نهيكلوا البرامج نتاعنا بالضبط، لان ربما كانت زاد السائح الاجنبي ربما ما تمشاش 100% مع السائح التونسي، لكن احنا باش نعاودوا النشاطات متعدده. ومع هذا زاد كما طلبنا من السيد الوزير ربما تكثيف في التظاهرات كما مهرجان دوز زاد، لان مره في العام نشوفها احنا لا تكفي، ربما كتتعدد اذا كان، وربما اقترحنا اذا كان تكون مره في كل 3 أشهر مثلا حتى يتعود السائح التونسي زاد يزور الجهه وتخلق حيويه وربما تبدا تحرك شوي من النشاط ونبعد على هالركود نتاع الجهه الحقيقه اللي نعيشوا فيه من الثوره. شكرا جزيلا لك. الى نصل مشاهدينا الاعزاء الى ختام هذه الحلقه التي قدمناها لكم من الصحراء التونسيه. الى نلقاكم الاسبوع القادم، لكم مني انا علاء الدين زعتور اطيب المنى، الى اللقاء.